النهاردة بقى هنعمل مع بعض فراخ المستعجلين. هتتبلي الفرخة وهي على النار، وبعد ما تتبل وهي على النار هندخلها في الفرن تتشوى. يلا بقى تعالي كملي الفيديو وشوفي الطريقة انا عملتها ازاي. جبت الفرخة وغسلتها كويس قوي، وقطعت عليها طماطم وفلفل، وحطيت مرقة، وقطعت عليها بصلاية صغيرة، وحطيت عليها رشة فلفل اسود، ولسه كمان هنحط عليها حاجات تانية قبل ما نحطها على النار. بس انا بوريكم كده الحاجة كنت قطعتها: طماطم، فلفل، بصل، رشة فلفل اسود، وكمان حطيت لورو وواحدة مرقة. وهنزل بقى برشة الملح او معلقة الملح عليها، زي كأنك هتتبليها وهتسيبيها تركنيها، بس بدل ما نسيبها نركنها هنحطها على النار. حطيت كمان رشة السكر، وحطيت رشة كزبرة ناشفة بتخلي الطعم حلو قوي، وورق لورو، وكمان نزلت بمعلقتين مستردة. المستردة بتخلي طعمها حلو قوي. ورق لورو عشان انا عندي حرف اللام بتلخبط فيه، الورق اللورو. تمام. هتبل بقى كل دول كده مع الفرخة، وبعدين هاخدها هحطها على النار تتشوح. ضفت كمان اهي مرقة الدجاج واحدة بس، ولو عندك المرقة الفورية ضيفيها. حط بقى كمان مية سخنة، انا كده حطيتها على النار، حسيت ان بالصوت كده بدأت ان هي تتشوح من تحت، نزلت بقى بمية سخنة عليها. تمام كده. هسيبها بقى، هغطيها على النار واسيبها لحد اما الصوص اللي انا والحاجات اللي انا حطيتها دي تتقل فيها خالص. هسويها في الصوص دوت. تعالوا بقى شوفوا وكملوا الفيديو. بجد الفرخة دي طعمها بيطلع حلو قوي قوي. بعد كده بتاخديها بتحطيها في الفرن تشويها، وعايزة تطفي فيها فحمية بقى. اتفرجي بقى على الطعم. شفتي الفراخ السوري اللي بتيجي من بره؟ لو انت عايزة تتبلي بقى تزودي بهارات سوري والكلام ده حطيها، بس انا ما بحبش البهارات السوري، كفايه المستردة بتديها طعم حلو قوي. بس كده عتبلت بقى كده البهارات كده فيها، وكمان هي بقى مع السخونيه والبقبقه بتاعه الميه السخنه اللي احنا حطيناها هتشرب بقى من الفرخه. كده بقى الفرخه كده بصوا اهي استوت، وقلبتها بقى على الجنب التاني كده، ونغزتها كمان بالسكينه. قعدت انغزها كده بالسكينه عشان كل الخلطه اللي انا عاملاها دي تخش فيها. بجد طلعت حلوة قوي وسهلة وسريعة. لو انتي مستعجلة هتعمليها على طول، حطي كل الحاجات دي وحطيها على النار. اول ما تحسي بشكشكتها كده انزلي بالمية السخنة، وسيبي بقى كله ياكل كده بقى في الفرخة مع بعضها لحد ما الصوص ده يتقل خالص. انا بغطي الحلة علشان الصوص ما يخلصش والفرخة كمان تتسوى كويس، لان انا هدخلها تحت الشواية تتشوى بس. حلو قوي. تقدميها مع رز بسمتي، تقدميها مع رز مصري، ريزو اللي بيتعمل بالكاري او بيتعمل بالكركم اللي يريحك. تقدميها مع رز بالشعرية حلو قوي. بصوا بقى الصوص تقل ازاي. هاخد الصوص ده كده واشربها للفرخة، وهاخد الفرخة بعد ما اقعد اشربها كده هسيبها تبرد شوية والصوص برضو يبقى فيها كده، وبعدين هاخدها بقى قبل الاكل على الفرن على طول، حطها تحت الشواية 10 دقايق بتطلع لك زي الفل. بس انا بقى هحطها عندي في الاير فاير. الاير فاير بقى حلوة جدا في شوي الفراخ، جميلة جدا جدا. انا بستخدمها على طول في شوي الفراخ والكفتة وكل حاجة. انا كده عملت معاكم فيها الفراخ، هتشوفوني برضو انا بعمل فيها الكفتة واللحمة والبانيه، حلوة جدا جدا. هي دلوقتي غالية، بس الصراحة انا عندي وهي يعني ما كانتش غالية قوي، حلوة جدا وبتعمل الاكل حلو قوي. بتشوي الاكل بصراحة، بتخلي الاكل جميل جدا. هحطها بقى كده لمدة كده بتاع 10 دقايق او على حسب بقى ما هي ايه هتشوي. انا هشغلها على برنامج الفراخ وهسيبها وهتابعها. هي درجة حرارة 200، هتشتغل على 20 دقيقة، بس هي هتتعمل قبل ال20 دقيقة يعني بالظبط. اخدت 10 دقايق، حلوة جدا بتطلع ما شاء الله. اهي بصوا بقى طالعة عاملة ازاي. بصراحة بتخليها حلوة جدا. اللي عندها الاير فاير تستخدمها في شوي الفراخ، بس بعد ما تكون على النار. لو حطيتي فيها فرخة تكون كبيرة جواها هتاخد منك وقت كبير قوي، وهتستهلك منك وقت كبير جدا، ومش هتستوى زي ما انت عايزة. طبعا مش كل الناس عندها الاير فاير. هاتيها وحطيها انت تحت الشوايه كده في الفرن، هتطلع لك بنفس النتيجه. انا كنت بكسل ان انا احطها في الاير فاير وكنت بحطها في الفرن،
بتطلع برضو معايا بنفس النتيجة، حلوة جدا جدا. بس لو عندك الاير فاير بحطيها فيها. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.